هلو هلو يلا مع بعض نعمل أكلة المستعجلين، أكلة بتشتهر بيها اسكندرية، بس أنا هعملها لكم بطريقة سهلة وبسيطة ومن غير مجهود. حطيت في كبة الخلاط 3 بصلات كبار، أو يعني بما يعادل نص كيلو، وقرنين شطة. خلاص هضربهم في الخلاط لحد ما يبقوا ناعمين كده، مش خشنين يعني ومش مية. ناعمين زي ما انتم شايفين. هنزل عليهم بنص كيلو لحمه مفرومه. لو فيها نسبه دهن حطي بالدهن، ما فيهاش ممكن تحطي حته دهن مع البصله، وما فيش زي اعملي كده. ملح وفلفل وشويه هريسه شطه كده. وممكن تحطي كمان بهارات لحمه وبهارات حواوشي. طبعا عرفنا هنعمل ايه. هنعمل الحواوشي الاسكندراني اللي من غير عجن ومن غير مجهود خالص، عشان الدنيا حر، مش قاعدين نقف قدام الفرن. كده ضربتهم ضربة أو ضربتين، مش على قوة عالية قوي، علشان مش عايزة اللحمة تسيل ميتها. نزلت هنا في الآخر خالص بطماطماية واحدة بس، ومن غير ميتها، مكعبات. عشان الطماطم غالية بقى، قلنا واحدة كفاية. ضربتها ضربة بسيطة، ولو عندك بقدونس حطي، ولو عندك حتت يعني فلفل أخضر ممكن تحطي 1 أو 2. بس أنا استكفيت بالقرنين 3 شطة اللي أنا حطاهم كده في الأول. زودت شوية فلفل عشان أنا باحب الفلفل كده في الأكل يكون عالي شوية. وهابدأ أقلّبهم بإيدي بالمعلقة أو بسباتيولا أو بإيدي، يعني ألمّهم هُم معجونين حلو. بس يعني عشان الفلفل اللي أنا حاطاه. أكلة سريعة جدًا بتشتهر بيها طبعًا إسكندرية. أي حد بييجي إسكندرية يقول لِك عايز آكل حواوشي إسكندراني اللي بيتعمل بالعجين. بس إحنا طبعًا مش هنعمل بالعجين، عملته معاكم كتير، المرة دي هاعمله بالعيش البلدي أبو ردة. كلنا هنا في اسكندريه بنعشق العيش ده، لانه مش متوفر خالص، في افران بسيطه جدا اللي بتعمله، او ناس بتعدي بيه كده في شوارع يعني. المهم ان انا جبته من فرن بيعمله، بس نقيت الرغيف بقدر الامكان لونه فاتح، ويكون الرغيف تقيل مش الرغيف الخفيف. فاهميني يعني. فرن بيكون عيشه تقيل. وجبت قطعه لحمه كده وبدات افردها في الرغيف، وما نزودش قوي، ما نعليش اللحمه عشان تستوى، لان انا هسويه على الطاسه من فوق، يبقى من غير عجن ومن غير فرن. خلاص هبدأ يعني افرد كده العيش كله مرة واحدة بقطع اللحمة، امشيها فيه كده، وما اعليش ما كترش الكمية عشان تستوي. بعد ما خلصته جبت معلقتين 3 زيت، او تحطي زيت على زبدة او زيت على سمنة، وبدأت ادهنه كده كله، وهحطه فوق بعضه. بس الاول اخلص كله خطوة كده سريعة. الاكلة دي ما عدتش 10 دقايق، لان انا عملتها من غير عملتها من غير عجن. خلاص بعد كده بقى جبت الجريلا او طاسه عاديه خالص، بس يكون عندك غطا. حطيت فيها معلقتين زيت، وبدات احط العيش زي ما انتم شايفين كده. خلاص حطيت العيش ودهناه طبعا بالزيت، وفي معلقتين زيت، وممكن قطعه زبده، ممكن قطعه ليا لو انتوا عايزينه ماشي. ممكن تسووه في الحاله دي على الفحم كمان لو حابين. بدأت أحطه لحد ما اتحمص، وغطيته، والنار تكون في الأول عالية دقيقة كده لحد ما تسخن. وبعد كده بغطيها علشان يستوى من جوه، وغطيتها عشان دي بتعمل نفس نتيجة البريستو بالظبط. حطيت كده، وكنت عندي بقية اللحمة حطيتها في عيش بلدي، تنيته نصين مجوز عشان عيشه رقيق، وقمت حطاه فيه. خلاص بدأت أحط كده وأقلب كل دقيقتين، وبغطي طبعا علشان أضمن إن اللحمة استوت جوه. خلاص ما تعليش خالص النار عشان اللحمة تستوى، وغطي. أكلة سريعة وبسيطة وسهلة ومش مكلفة، وفي نفس الوقت كلنا بنحبها ونفسنا فيه. طبعا الرغيف اللي بيطلع البخار دوت، عشان الرغيف ده مش مقفول، مفتوح. حمصيه حلو كده عشان يبقى محمص ومقرمش. طبعا لو عايزاه يقرمش ما تغطوهوش، عايزاه طري غطيه. اللي بطلعه بحط غيره. طبعا الحتت اللي تحسين انها غامقه دي لا، هو مش محروق، هو واخد اللون الدايب ده. الحتت اصلا اللي غامقه في العيش زي اللي انتوا شايفينها دي. وده شكل النهائي للعيش اللي طلع، او الحواوشي اللي طلع، او سندوتشات اللحمه اللي طلعت. هفتحه بقى معاكم وهديه. خلاص شوفوا بقى منظره عامل ازاي، طبعا سخن. بالراحه كده وانتي بتفتحيه.
طبعًا لو كل ما الزيت بينقص معاكِ في المقلة بتحطيه، عايزة تقطّعيه إربع قطّعيه، عايزة تاكليه بحاله كُليه، انصص كُليه. شايفين اللحمة ما كشِّتش أوي، بس اعرفي منين اللحمة استوت لمّا تحسّي إن اللحمة مسكت كده في بعض. خلاص، ممكن كمان بقى قلقانة بقى من اللحمة ومن طريقة التسوية، ممكن بعد ما تحمّصيه كده دخّليه فرن سخن كده 10 دقايق كمان، هتلاقي يعني تاكليه وأنتِ متطمنة. بس أنا اتأكدت إنها استوت لمّا دُقتها. وده الشكل النهائي للحواوشي الإسكندراني السريع اللي من غير فرن ومن غير عجن ومن غير أي حاجة، ومشهورة بيه إسكندرية الحواوشي العيش دوّة. جرّبوا الوصفة دي سهلة وبسيطة، وتنفع كمان الولاد ياخدوها معاهم المدرسة، تنفع في الشتا، تنفع في أي وقت مش عايزة تطبخي، حاجة سهلة.